la confiance que nous devons mettre dans le travail avec l'Algérie, qui est la puissance régionale. ست ساعات فقط كانت كافية لتأجيل النصر الذي قيل أنه منتظر، وكانت الهزيمة. دول 5 تسقط في ساعات 6 لتبدأ دورة جديدة للتاريخ مع العرب من هنا ومع هؤلاء. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. الجزائر ما تقبلش الهزيمة، لأن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه في الانتهاء اليوم؟ هذه الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة. لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. حرب 67 أو ما يسمى بالانتكاسة لسنة 67 كانت صدمة كبيرة بالنسبة لجميع الجزائريين، وكانت طبعا صدمة لسيبو مدين الله يرحمه. كانت صدمة، وكان في نفس الوقت تجاوب تام ما بين الجماهير في الجزائر وسيبو مدين، يعني نفس الموقف. رد الفعل كان سريع جدا، وطبعا القرار الأول في الميدان العسكري هو إرسال قوات جزائرية للوقوف مع الإخوان في مصر. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. كل حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شيء واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد. الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. الشيء اللي سجلته قالتم راكم ماشيين لمصر باش توقفوا جنب اخوانكم المصريين امام هذا العدوان. الشيء اللي سجلته بالخطاب نتاعو يعمل النصر يعمل الاستشهاد. وهذا الكلام هذا مثل ما حسيته انا متيقن انه كانوا حاسين كل جهود نتاع الجيش الوطني الشعبي اللي راح يدير النصر او الاستشهاد، وفعلا مشينا كلنا بهذه الفكره. وهذا هو الشيء اللي مثل ما قلت قبل، ان رغم ان وجدنا في مصر نفس في محطه الزقازيق، رغم اننا وجدنا جيش مصري في هزيمه بات معنى الكلمه، وجزء منه راجع من الحدود، واحنا مش راجعين قناه سويس، واحنا رايحين لقناه سويس. المعنويات نتاع الجيش الوطني الشعبي كانت معنويات هائله في الليل في القطار وبعاد على البلاد، وجزء كبير منهم تعبوا اثناء المعركه التحريريه وكان تجرح وكان متعذب، لكن مع ذلك
كان استعداد كبير وكان إيمان قوي، وكل واحد منهم في القلب نتاعو في الراس نتاعو كلمة النصر والاستشهاد. الشيء اللي يمتاز به الجيش الوطني الشعبي، حتى ولو من الناحية المهنية ما كانش الجيش الوطني الشعبي عنده المستوى طبعا المهني بروفيسيوناليزم نتاع الجيش المصري، لكن كانت عندنا تجربة كبيرة في الدفاع، في الوضع الدفاعي، بالاخص الشيء اللي اكتسبناه من خلال التجارب نتاعنا داخل البلاد وعلى الحدود. مع أول ما وصل الجيش الوطني الشعبي لقناة السويس قام ب يعني تجهيزات دفاعية، يعني الأرض كاملة حفروها، حتى السكة الحديدية قديمة مش مستعملة يعني ديمونتاوها وضعوها باش يكونوا المراكز المدعمة. ولما كان يوقع هجوم سواء كان بالمدفعية ولا بالطيارات، الخسائر عند الجيش الجزائري عند الوحدات الجزائرية أقل من الخسائر عند الوحدات الأخرى. المعركة هي معركة مسؤولية، ما هيش معركة فلسطينيين وحدهم. احنا حقيقة بعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور ليقوموا به. الموقف اللي اتخذه الرئيس محمد الله يرحمه وهو هذا الموقف النضالي والدعوة إلى يعني يكون هنالك نفس طويل. هو كان بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف أنه أرسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب إلى القاهرة، ومن القاهرة ذهب إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض أنه هذا سيأتي على يعني فأعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب$200 مليون دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها ال$200 مليون يعني 200 مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع $2000 مليون، يعني $200 مليون في ذلك في 67 أكننا الآن ندفع $2000 مليون دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا. هذه لا يمكن أن ينساها أحد. الرئيس بنوديان هو راح موسكو من هنا من الجزائر للحديث مع زعماء الروس. بعد وقف إطلاق النار على طول للنظر في إمكانية يعني أن العرب يقفوا شوية على رجليهم وما تباتش، يعني ما تنتهيش الموضوع بهذه النكسة الرهيبة. وكأنه يعني كان يريد ل 73 حرب 73 أن تدار وتشن في جوان 67 بعد التردد لقيادة السوفيتيين وبالجناب اللي كان يتكلم باسم قيادة السوفيتيين. توجه له الرئيس بنوديان قال له كلامكم ضابط، كلامكم غير واضح، وراح يحاول قسيدين يصلح الجو نقاش، وقال له لا الكلام تاع الجناب واضح،
لكن المترجم هو اللي ضابط. ثم زيارة ثانية إلى موسكو، وأنا كنت رحنا من القاهرة إلى موسكو، ورجعنا إلى القاهرة لإبلاغ عبد الناصر عن نتائج المحادثات التي دارت في موسكو. وكان في ذلك الوقت